نجوم راديو سهر. فناننا لليوم اسمه الحقيقي السيد محمود رياض فارس الجبيلي، مواليد محافظة الإسكندرية في 8/9/69. هو من أهم مطربي جيل الوسط أو مطربي موسيقى الجيل، وهو فنان رائع جدا وجميل. طبعا هو كان من اكتشاف الفنان الكبير الكابو حميد الشاعري. الفنان فارس تخرج من كلية الهندسة جامعة قار يونس عام 88، لكنه قام بالغناء بعد هيك بعدة أعوام، فلأول مرة في أغنية دويتو مع الفنان حميد الشاعري في أغنية، ومن بعد ذلك صدر له أول ألبوم وهو حكتبلك صدر في سنة 87. بعد هيك تلا ألبوم انتي في عام 89، بعده انتقل لألبوم سحرك في عام 90، وبعده كمان ألبوم معجباني مع جباني يلي صدر ب 92، ثم ألبوم سنة 93، ومن بعده ألبوم أمير العشق بسنة 95، بعده ألبوم جايلك يلي كان معنا بسنة 96، وألبوم تاني ب 98، ومن بعده ألبوم يا حبيبي عام 2000، بعدها ألبوم أحلف بالله عام 2001، وألبوم سحر عينيك ب 2003. ما عم أقدر أعد الأغنيات والألبومات يلي صدرت للفنان فارس. عنده رصيد كتير كبير أثرانا فيه، وحتى لقب بأمير العشق بسبب انه وصل لقلوب كل الناس. ألبومه يلي غنى فيه بفيلم بحبك وبموت فيك عام 2005، وألبوم حبيتك قوي عام 2008، وألبوم قصير ضم 4 أغاني في 2009. الفنان فارس بمتلك صوت قوي وكتير حلو. الفنان فارس صاحب الإحساس العالي جدا، واللي بتميز في اختياراته لأغانيه. اختياراته دائما بتكون واضحة ورائعة. إنه باختصار فنان مختلف وإنسان بأخلاقه وفنه، ورح يضل من أفضل المطربين المتميزين بتاريخهم ورصيدهم الفني، وفي انتظار المزيد منه. أكيد بنقول أهلا وسهلا بالفنان السوبر ستار وحبيب الملايين والجمهور الذي اتسع ليصل بقاع الأرض بفنه ورقة الإحساس وعذب الكلمات والألحان في انتقاء الأغنية التي تأخذ طابع مختلف ومميز عن باقي النجوم. فناننا أكيد الرائع فارس، في بداية لقائنا أكيد بنقول لك يسعد لي مساك. سيد مساك يا لينا، وبشكرك واشكر حسن على المقدمه الجميله، وهو بصراحه ما شاء الله يعني الصوت جميل، وانتوا الاثنين بصراحه انا مبسوط قوي. انتوا اللي صوتكم حلوه جدا جدا، مش انا يعني. ده انتوا ما شاء الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. انا قاعد مستمتع حقيقي. ربي يحفظكم يا رب. وانا سعيد جدا جدا بوجودي معاكم النهارده. اكيد احنا الاسعد استاذ فارس. بالبدايه بدي اقول لك، خليني اقول لك هيك مفاجأة كبيرة بالنسبة لإلي، انه ما كنت يوم من الايام بعتقد انه هالشخص اللي عم شوفه على الالبوم وكمان عم شوفه على التي في بالفضائيات انه يوم من الايام يكون ضيف في برنامج لإلي. هيدا الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لإلي. ممكن اقول جد ارشيف. ده كتير عليا والله. الله يخليك عليا. انا سعيد جدا وانا اتشرفت بيكم انتوا الاثنين حقيقي، وده شيء يسعدني جدا. لبنان اهل الفن، وبلدي يعني بلدي اللي انا بحبها جدا. طبعا زرت بيروت كتير، وانا بعشق الصراحه الفن هناك وفنانين واصدقائي كتير، وانا سعيد جدا والله. انا اللي سعيد واتشرف بيكم حقيقي.
يعني بدون اي مجامله، يعني انا فعلا اتشرفت بيكم جدا، وانا كنت ممتنع حقيقه عن اي لقاءات وحتى في التلفزيون والكلام ده، ولكن انا حبيت ان انا ارجع الرجوع ده ان شاء الله، واتمنى يا رب يعني اكون ما اكونش دي ضيف تقيل عليكم يعني. اكيد طبعا مهم. طبعا فناننا الرائع فارس، يعني نحن بنتشرف فيك وبنتشرف بكل الناس اللي عم يستمعوا، لأن هلا بسبب انه الاستاذ فارس موجود معنا. فناننا الرائع فارس، يعني ببداية لقائنا بدنا نعبر عن خالص شكرنا لقبول دعوتك لبرنامجنا أحلى مساء على راديو سهر. ربي يخليك يا حسن، ده شرف ليا وانا سعيد بيكم حقيقي يعني. خلينا يعني استاذ فارس، بدي اقول لك بالحقيقه احنا اليوم في جعبتنا كميه اسئله مهوله. يمكن اعداد الحلقه اليوم في لقاء الفنان فارس كان منسوج من مجموعه مستمعين واعلاميين، تساؤلات كثيره بتدور حول الفنان اللي احنا بدنا نقول في البدايه نجم. ما بدي اقول اجيال لكبر عمرك، انت شباب، ولكن في ناس استاذ فارس يمكن بمدة بسيطة بتصنع جيل كامل بلحنها وغنيتها وكلمتها اللي بتكون هادفة عن جد لتوصل لقلوبنا. انت اسعدت الاحباب، بكيت الاحزان باغانيك، وكمان واسيت كل انسان كان مقهور او حيران. عن جد بشكرك على كل اختياراتك. ميرسي يا لينا، ربنا يخليك، ويا رب اتمنى يعني اواصل في الفتره الجايه دي اقدم حاجه محترمه كويسه تعجب الناس يعني، والله الموفق يعني. امين يا رب. سؤالي لك الاول استاذ فارس، بدايه انطلاقتك الفنيه مين كان عم بينصحك انك انت تمشي بطريق الفن؟ والله يعني الفضل لله عز وجل، بعد ربنا سبحانه وتعالى كان صديقي واخويا وحبيبي الفنان حميد الشاعري. احنا كنا اصدقاء الحقيقه، وانا كنت بغني يعني بالسبانيش جيتار كده، حاجات غربي يعني، وهو اكتشف ان انا بغني كويس، وانا كنت في الحقيقه في البدايه ما كنتش عايز احترف الغناء يعني، ما بقاش بروفيشنال، كنت بحب اغني كده يعني كهاوي. هو الحقيقه وقف جنبي وما نسالوش ابدا فضله عليا بعد ربنا عز وجل، هو اللي قدمني وهو اللي عمل لي سبورت في حقيقه. انا اصدقاء قبل ما يعني مش علاقتي مع حميد الشاعري ليست علاقه عمل، ولكن صداقه وجيره يعني. انا من ام ليبيه واب مصري، وهو من اب ليبي وام مصريه يعني، بالعكس كنا اصدقاء، وانا اتشرفت بصداقته يعني، صديق عزيز واخ فاضل يعني في حياتي. هو اللي دعمني وهو اللي قدمني، وانا بشكره طبعا. والفنان حميد الشاعري اللي هو عمل لوحده اللي بيعملوه دلوقتي، كل البرامج ارب جوت تالنت وارب ايدول والكلام والفويس، الحاجات دي حلوه جميله، لكن ما عملش نجم حقيقي ستار قعد 15 20 سنه. احنا السنه من السنه، وحميد الشاعري كان لوحده وكان صانع نجوم بمفرده، ولا كان في ميديا ولا كان في سبونسرز ولا كان في كلام ده، هو كان بيعمل كل حاجه بتاعته. هو راجل يشكر، وقدم ناس كتير نجوم، عمرو دياب ومحمد فؤاد وفارس وحكيم وايهاب توفيق، ويعني التاريخ بيذكر الكلام ده، وانا بشكره جدا على الهوا يعني، يا ريت يكون سمعنا. هو اخ وعزيز، وهو راجل فنان، ويمد دلنا احنا. استاذ فارس، فينا يعني نسلط الاضواء على يوميات الفنان فارس الانسان وليس النجم، يعني تحكي لنا شوي عن خبايا الامور. والله خبايا الامور، انا بحب القراءه جدا يعني، بحب القراءه جدا جدا، ونمرة واحد عندي ان انا اقرا يعني، اتعلم واتثقف يعني كده، بحب قوي القراءه جدا. درست حاجات كتير جدا، وانا ما كنتش ينفع ادرسها انا كنت في الهندسه سيفل انجينيرنج، وكان قصه تانية خالص. في حاجات في الدنيا كان لازم اتعلمها، اتعلمتها بعد كده وانا بغني يعني، الحمد لله رب العالمين. وده فضل من الله عز وجل يعني، مش بذل جهد مني، ولكن هو يعني الحمد لله رب العالمين. انا اتعلمت كتير وقريت كتير، القراءة مهمة جدا جدا، وبنصح اي حد يقرأ ويتعلم، لان الدنيا يعني طول ما انت عايش هتتعلم، وده شيء كويس انك تكون فاهم الامور الدنيا والحاجات دي يعني. فبفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. الحمد لله. فناننا الرائع فارس، في عندي هيك سؤال بيجي في بالي. كل فنان بيكون في عنده غنية
ما بينساها ابدا. إلها ذكرى، إلها قصة خاصة. فنانة فارس، شو الغنية اللي ما بينساها ابدا من تاريخه؟ الاغنيه اللي ما انساهاش في حياتي يعني طبعا اكيد المطرب بيغني وهو ممكن يتقمص حاله هو ما عاشهاش، ولكن احيانا بيغني حاله هو عاشها، يعني هو عاشها فعلا حقيقي، فبتطلع صادقه جدا لان هو عاش الحاله دي. ممكن زي الفنان يغني حاله ما عاشهاش قبل كده بيعيش فيها وبيأديها، ولكن في احيان كتير جدا انا غنيت اغاني انا حاسسها جدا، منهم طبعا كتير، لكن منهم طبعا عاشق سحر عينيك من الحاجات اللي انا غنيتها وكنت في حاله يعني حقيقيه وغنيتها بصدق، يعني انا كنت عايش الحاله دي. واضح واغنيه تانية من نبرة الصوت بالغناء احساس عالي جدا لدرجة لمس قلوب الناس. الله يخليكي، ميرسي جدا. طبعا هو عشان انا كنت يعني كنت قايلها بصدق شويه طالعه من قلبي يعني، فاكيد اللي بيطلع من القلب بيوصل على طول ان شاء الله. اكيد. استاذ فارس، عندي سؤال بيراودني. طبعا كل انسان حسب ما شهرته، يعني ان كانت بسيطه او كبيره، حتى لو عنده شهره بسيطه جدا بتلاقي الناس بتسلم عليه، بيتعرض لمضايقات. كنت حابب اعرف نجم نجم يعني نجم كتير كبير، نجم عربي، شو يعني ضوضاء المعجبات وملاحقتهم لإلك، هل عانيت من هذا الشيء؟ والله عانيت اكيد، يعني في طبعا كويسين، الجمهور يعني ثقافاته مختلفه وفكره مختلف، في ناس على ثقافه عاليه وبيحبك كفنان كمطرب، بيحب فنك، وممكن حد تاني بيبقى بيبص لاشياء تانية، يعني المطرب ده حلو، ده وحش، ده جميل، بيلبس حلو، ده امور، دي حاله تانية برضو للاسف برضو موجوده. ولكن في ناس بتقابل ده وده، يعني هتلاقي من هنا وهتلاقي من هنا، هتلاقي كده وهتلاقي كده، ولكن الحمد لله انا قابلت ناس كويسه في حياتي، ناس حبوني وشفت حب الناس، يعني ده كان اكبر حاجه يعني حلوه شفتها في عيونهم وانا بغني قدامهم لايف، وهم بيسالوا عني عشان ارجع اغني تاني. وانا بنساش بس حسن، عايز اشكر حد صديقي المنتج اللبناني الاستاذ اكرم، طبعا هو السبب في انه يعني ان انا ارجع اغني تاني، وهو اللي انتج لي اخر حاجه اللي هي ست البنات، فانا بشكره جدا جدا من خلالك، يعني من خلال البرنامج كنتوا لينا. عن جد احنا بنوجه لك الشكر عن جد، لانه ما بتعرف قيمتك قديش بقلوبنا. يمكن بيقولوا ما بتعرف قيمة الشخص لما هو الاستاذ اكرم لينا هو بيحبني، يعني من الناس اللي بتحبني انا، وهو يعني صمم ان انا لازم اغني تاني. قال لي يا فارس انت ما ينفعش، قلت له انا والله انا الحاله النفسيه عندي انا بغني لما اكون انا حاسس عايز اغني. الظروف اللي حصلت في بلدي الفتره اللي فاتت كانت حزين عليها في الوطن العربي، اللي هو الامور اختلفت وفي يعني ما كانتش خليج عربي مر على الدول العربيه، لكن ان شاء الله كل الامور هتترتب وتبقى كويسه. انا بشكره من خلالكم على الهوا طبعا، هو رجل عظيم يعني، وانا بنحضر البوم دلوقتي، البوم كامل ان شاء الله. اكيد. احنا في عنا مظاهره من اعلاميه راديو سهر، احنا ما كنا بنعرف انه هالقد متعلقه بالفنان فارس، قد هالقد هي بتحبه. يعني مطالبه من الاداره ان اشارك واكون اول مشاركه بالسلام على الفنان. معنا الاعلاميه اكيد صاحبة برنامج أوتار سهر وسام الكردي، سعد مساكي. ازيك يا لينا، وازيك يا حسن، وازاي النجم الكبير فارس. اهلا وسهلا. طيب احنا رح نترك لك المجال بقى، انت اعلامية ما رح نقدمك، تفضلي معك الفنان فارس. لا اتركوا لي المجال، لان انا مستنيه. انا كفايه اللي حصل لي امبارح يا جماعه، مش عايزه احكي اللي حصل لي امبارح، ولكن انا طالعه يعني انا مستنيه المطرب الكبير فارس يجي. اولا انت وحشتنا جدا 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 جدا، انت كنت مختفي كل الفتره دي، لكن احنا عايشين على اغانيك. انا عن نفسي بسمع اغانيك لما اقعد مع نفسي كده، بيبقى في اغنيه يعني سحرك ماله مثيل، دي عمري ما انساها، وفي يا ليل يا بص سهر يا ليل، في كذا اغنيه جمال هم مش كذا، هم كلهم. فليه حضرتك اختفيت كده؟ احنا كنا عايزينك. والله
هو الحقيقه ان انا كنت محضر بس انا يعني الظروف اللي حصلت انا ضايقتني بصراحه، فاهمه؟ يعني الظروف اللي حصلت في البلد والحاجات اللي حصلت في الخريف العربي اللي مر دوت. لكن الحمد لله يعني ان شاء الله هرجع تاني ويصير الخير باذن الله. اكيد خير ان شاء الله. طب ليه ما فكرتش تعمل اغنيه وطنيه؟ يعني انت بتتكلم ان ظروف البلد كانت تعباك، نفسيتك كانت تعبانه. طيب ليه ما فكرتش انك يعني تشارك باغنيه وطنيه؟ بص انا اصلا أنا عندي مشكله في ما بحبش ابقى يعني ايه الموجه ديني فغني ديني، الموجه وطني فنغني وطني، المهم ابقى موجود وخلاص. لا، انا بحب بلدي وممكن اخدمها بشكل كويس جدا، وهغني لها وهغني اللي انا حاسه. بس انا الحقيقه الكلمه الحلوه انا لسه ما وصلتهاش، ولكن انا ما ساعدتش ان انا اجيب كلمه حلوه. انا مش عارف اغني، لازم يعني عملت اغنيه اسمها قبلك ما عشتش انا بعدك بموت زمان، كانت وطنيه بس ما حدش خدها، كانت ما جبتش سيره بلدي، لكن غنيت لها انها حبيبتي، يعني حبيبتي اكني بغني لحبيبتي. فانا ليا وجهه نظر في القصه دي او ليا رؤيه في الموضوع ده، وان شاء الله قريب جدا انا مجهز شغل باذن الله هغنيه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. احنا مستنيينك، انا عن نفسي مستنياك، واكيد كل الجمهور اللي بيفهم، معلش يا جماعه الجمهور اللي بيفهم مستنيه، لاني انا بصراحه يعني بعشق حضرتك، يعني دي حاجه يعني بعلنها كده. اولا يعني انت غبت عشان انت مطرب من معدن اصيل، لسه اغانيك جوانا، يعني لسه اغانيك بنغنيها، مش ناسيينك. لا فارس بنسال فين فارس، طب هو اختفى ليه؟ فهو ده اللي بيبقى للفنان، انه يعمل فن الناس تفتكره بيه، مش اي فن وخلاص، وده اللي بنشوفه دلوقتي. ربنا يخليكي، وان شاء الله اوعدك ان انا يعني هقدم حاجات كويسه وتليق باللي انا عملته قبل كده بتاريخي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. وانا بشكركم جدا بحقيقي بالكلام الحلو ده. امين يا رب، تستاهل. بس يعني انا عايزه اسمع حاجه، انا لازم اسمع من صوتك حاجه. ايه عايز تسمع ايه؟ عايزه اسمع يعني اختار سحرك ماله مثيل، او مثلا يا ليلي يا ابو السهاره، الاغنيه دي رهيبه يعني بتاعتك برضو فظيعه. عايزه عيونك سوسنه، هي اللي عيونك سوسنه اغنيها لك. حلو كتير. اي يلي عيونك سوسنة من كام سنة، كنت بضفيرة وكنت أنا فارس صغير كل غزوات وغنى. يلي عيونك سوسنة من كام سنة، كنت بضفيرة وكنت أنا فارس صغير كل غزوات وغنى. ده انا الشجن في غناكي وانت الربيع في لقاكي. يلي عيونك سوسنة، يلي عيونك سوسنة، وكتير بتسأل مين انا. يا نجوم تلالي في سكتي، يا نجوم تلالي في سكتي، وتدوب تدوب بتدوب تدوب تدوب في سحر الدندانة. الله عليك، الله عليك، يعني صوت رائع. انا على فكره يا جماعه يسلم هالصوت واللي فظيع 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 فظيع. ربنا يحفظك دايما ويحفظ صوتك. يعني تعرف حسن لمس قلبي هيك، الصوت بيطلع باحساس ما بعرف كيف، في شيء سحر. ربنا يخليك يا لينا، بشكرك والله. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، ميرسي جدا. وسام حبيبتي كتير سعيدة سمعت صوتك اليوم في برنامج أحلى مساء. أنا أسعد يا لينا، أنا أسعد. وإن شاء الله بيكون هيدي رسالة اعتذار الفنان فارس، فاهم قصدي عن امبارح. خلاص أنا نسيت كل حاجة. أنا عرفت المقلب وصلني. على فكرة هي برضو حاجة مش وحشة، لأن أنا عبرت بحبي يعني لمطرب أنا عشت معاه أغانيه، يعني أنا كل ما كان بينزل شريط أنا كنت معاه. فبجد بجد ربنا يحفظك وترجع لنا تاني أقوى، وتأكد إن جمهورك مش نشيط، أنت صوت يعني الحمد لله زي ما بقول من ذهب، يعني الحمد لله. الله يخليك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اتفضل. اشكرك وسام جدا على ذوقك، اشكرك. ربنا يخليك يا رب. شكرا يا دينا، شكرا يا دينا. شكرا. طيب احنا رح ناخد والله يعني انا لو بعرف الغيب رغم انه شيء يعني مؤكد بالنسبة لي، نسبة الاتصال المطلوبة ليسلموا على الفنان كتير، كان ريحونا من الاعداد بالحقيقة،
لانه واضح انه جمهورك كتير 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 بحبوك مثل ما احنا بنحبك عن جد. يعني كنت مفكرين انه احنا بس بنحبك كتير، بس الله يخليك. يبدو انه المعجبين كتار. خلينا ناخد شوي من الاتصالات نخفف بعد اذن الفنان. اتفضلي. وانا سعيدة عن جد. بشكر الله انه حقق لي هالامنية اني استضيف فنان انا بحبه كتير، الفنان فارس. معنا اتصال. الو. الو، مرحبا، مراحب، كيفكم؟ نتعرف فيكي؟ انا اميرة من المغرب. اميرة، ايه، تحية كبيرة إلك ولأهل المغرب يا أميرة. تسلميلي. كيفكم؟ ان شاء الله تمام. هلا. تمام. في قالوا لي في هيك فنان وحبيت اسلم انا وشارك، بس ما بعرف كيف البرنامج، اول مرة بطلع على انت حبيبتي على الهوا حاليا والفنان فارس عم بسمعك، شو بتحبي تقولي؟ تفضل. اكيد بحب اقول له الله يوفقه يا رب مسيرته الفنية. ومع انه دوشة هيك بالبيت لهيك ما حبيت اقبل الاتصال، بس راح اقبله كرماله، وان شاء الله اقول له هيك انا بحب صوته كتير كمان اغانيه. ربنا يخليك. ما بعرف كيف اقول اعبر عن شيء على الهوا، بس المهم لبكتك. ميرسي يا اميره جدا على ذوقك، ميرسي جدا. انا غنيت اغنيه مغربيه اسمها بنت بلادي، طبعا اكيد سمعتيها. ايه سمعت كتير. بشكرها جدا جدا. بشكرك يا اميره وتشرفت بيك. الله يخليك. نشكرك يا أميرة، شكرا. تسلموا لي، مع انه دوشة بالبيت بس معلش بس ما يا بعرف حبيبتي، كيف شكرا شكرا لاتصالك حبيبتي. على شكراً. واجب ولو. وفنانة انا بفتخر وبتشرف اني تعرفت عليك، واهلا وسهلا الله يخليك فيك. يا اذا شرفت المغرب على راسنا من فوق ولو، وتشرفت اني هيك بحكي معك بصراحة. الله يخليك. ميرسي يا حبيبي، ميرسي. الله يخليك. يسلموا. اشكرك. شكرا يا أميرة. العفو اختي. سلام. كانت معنا أميرة من المغرب، وأميرة يعني في لك جمهور كمان بالمغرب مثل ما بيحبوك، والناس بترجوا بليز بليز طلعونا على الهوا. اكيد رح ناخد قد ما فينا اتصالات، بس بدنا نترك انه مجال، احنا طماعين اليوم بالحقيقة. معنا اتصال. حسن. الو. ايوه، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا حسن. مساء الخير يا لينا. يسعد مساء مساكي النور. حبيبتي. مساك. حبيبة قلبي يا لينا، وازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا الو. ايوه ومش هيكمل بقى. قول فاطمة. استني يا لينا، استني، ما تقوليليش مين، ما تقوليش مين. طيب فاطمة، عشان الوقت حبيبتي، معنا حاليا الفنان فارس بسمعك. أكيد. انت بتقول أكيد مخصوص أهلا بيه بدي طبعاً. شارك. تفضل. اكيد اهلا بيه ومنور طبعا راديو سهر. والصراحه انا عماله ازن عليك يا لينا عشان اطلع اسلم عليه واقول له بجد يعني منورنا النهارده في الحلقه. الله يخليك. وبصراحه انا من الناس اللي بجد يعني بحبه جدا، بسمع له. واكتر حاجه كنت بسمعها له بس دي من زمان، الاغنيه اللي تقريبا يعني كانت ضربه الصراحه، اللي هي بنت بلادي. كنت دايما كنت تقريبا في اليوم تقريبا بجد بسمعها يجي بتاع الاف المرات، ما بسمعهاش مره ولا اتنين، بسمعها كتير كتير بجد. يعني ربنا يوفقك ويا رب كده دايما تكون من حسن لاحسن ان شاء الله. الله يخليك يا فاطمه. ميرسي على ذوقك. ميرسي. ان شاء الله ربنا يقدم حاجه كويسه تعجبك ان شاء الله. اشكرك يا فاطمه، اشكرك. اكيد تسلم، ربنا يخليك يا رب. نشكرك فاطمة لاتصالك حبيبتي. شكرا. تسلمي لي يا لينا، تسلمي. طبعا اهلا وسهلا فيكي. طبعا مستمعينا بدي نوه انه لكل الحابين انه يتصلوا ويتكلموا مع فناننا ومع نجمنا الفنان فارس، ما عليهم الا يطلبوا الاتصال عبر سهر 90.1. اكيد، وبنحاول الاتصال بالجميع، واكيد احنا بدنا نستغل شوي في غنية الاعلام الكرمي. طبعا استاذ فارس مدير الاعلام براديو سهر، هو بديش اقول لك انه هو بيعشق شيء اسمه فارس. هو يعني تقريبا مسمي نفسه فارس. دايما اللي بيعرف يعني الاعلاميين بيعرفوا الكرمة دايما بدندن على اغانيك، يعني هو بيقعد يغنيها وهو قاعد معك من سنوات.
طيب معنا اتصال، خلينا نشوف الاتصال، يبدو في عركة مش اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا. يعني من بين هالضجة حبيبتي يطلع صوت رقيق كتير، عن جد مفاجأة. هلا في صوت؟ هلا في صوت. مين معنا؟ مهرة. مين؟ مهرة. مهرة. اهلا وسهلا فيكي مهرة. مهرة في ضجة حبيبتي، لو تخففيها شوي. اوكي لحظة بس غير المكان. اوكي مصلحة. اوكي مريم. بنرجع نتصل فيكي مهرة حبيبتي، نرجع نتصل فيكي، بناخد اتصال تاني نشوف مين معانا كمان. قنبلة اتصالات يا استاذ فارس. يا هلا، صافين- كيف ان شاء الله بخير؟ عارفين نسأل. طيب معانا اتصال. الو الو مرحبا، يا اهلا وسهلا، نتعرف حضرتك؟ انا علي من سوريا وحابب اسلم على الفنان فارس. اوكي علي، اهلا وسهلا فيك، حبيبي، ومعك أهلاً الفنان علي. بيسمعك. نور يا علي، نور. النور نورك حبيب قلبي، يسعد لي مساك. حبيبي، سوريا البلد الجميله، البلد الحلوه اللي بنحبها في مصر. احنا الحمد لله يعني مصر بنحب الدول العربيه كلها. سوريا الله يخليك. البطوله والاخوه. اهلا بيك، اهلا بيك. الله يخليك يا رب. وانا بشكر فعلا الكادر. انا اول مره بطلع الهوا طبعا، وبحابب اشكر لينا وحسن على هالبرنامج الرائع، وعلى الضيف اللي اروع من الرائع كمان، فارس الفنان أشكرك يا الكبير علي. الغالي. ده شرف بيك، شرف يا حبيبي. تسلم لي. الله يخليك يا حبيبي. فعلا ابدع الخالق واعطاك الصوت والجمال كله ده يعني. الله بس يخليك بدي يا علي، ربنا يحفظك. حابب اسالك، مين اللي شجعك يعني مسيره فنك اول ما بلشت بمسيره الفن بتاعك؟ مين اللي كان يشجعك على الاغاني؟ على أو فكرة يكتشف صوتك؟ بدي اقول لك، لو بس تركز على اللغة السورية اكتر بنفهمك كثير منيح. لغتك مو هيك؟ مش مو هيك؟ تركز على السوري، بيعرف سوري. افهمك، لا اعرفك، ما تخافش. انا بتكلم لغات كتير قوي، لبناني وسوري واردني، يعني ما ما تقلقش، شاء بتكلم الله، لغات ما يعني. شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. انا طبعا بحب اسمي علي، بس بحب ينادولي الحوت السوري. حبيبي، منور الدنيا كلها. شرف ليا والله. حبيب قلبي الله يخليك يا رب. بدي اسم اسالك الغالي. مثلا مين اللي شجعك واللي اكتشف موهبتك بالغناء؟ ذكرناها. هو صديقي الفنان حميد الشاعري. هو اللي بعتذر منك ما كنت انا موجود، لانه الكهرباء عنا بتعرفوا الوضع. اكيد. الفنان حميد الشاعري صديقي واخويا، هو اللي كان اكتشفني وقدمني في البدايه. اول اكتشافك صديقك حميد حميد الشاعري. الشاعري. حبيب الفنان الشاعري. حميد الله. الشاعري. الله حميد عليك الشاعري. الله يسعد لي هالمساء، وان شاء الله برنامج راديوكم راح يكون ان شاء الله نمبر 1. وحسن أكيد انا اكيد بوجودك. بلود ابن بلدك اكيد يا حسن. بتمنى لكم سهره سعيده. لا لك الله علي، يخليك يا حبيبي. شكرا يا علي. احلى راديو واحلى فنان، وتصبحوا الله على خير. وانا راح الله اتابعكم يخليك يا طبعا علي. عشان اكيد استنقل تحياتي الاتصالات. لك. انا اول مره شكرا بطلع. لك. شكرا لك، شرفنا وجودك. الله يخليكم يا رب. استاذ فارس، انا ملاحظ انه كل اللي عم بيطلعوا معنا على الهوا في هيك وهرة الفنان، عم بتلاقي في تلبك في سؤالهم، في تلبك حتى وهم في نبضات قلبهم بحسها. ما بعرف شو عملت الله يخليك. المستمعين. انت حسن فنان، فعندك يعني احساسك راقي، يعني بتقرا الحاجات كويسه، يعني تفهم الحاجات كويسه. يعني اشكرك يا حسن على تهديد. ذوقك. عنا تهديد من الاعلامي. اوكي، معنا فادي بيهدد حقتلك يا لينا. يعني ما بعرف، بدك بدك تتوسط لي استاذ فارس عند الاعلامي فادي، مهددني بالقتل اذا ما طلع على اعوذ الهواء. بالله. لا 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 لا. تهديد رسمي. معنا الفنان والرائع جدا اكيد الاعلامي المميز فادي النبوي. يسعد لي مساك. المجرم عفوا، فادي النبوي. مساء الخير عليك يا لينا، مساء الخير على كل مستمع راديو سهر في كل مكان. مساء الخير يا حسن، مساء الخير، مساء الفل، مساء النور، مساء البهجة والسرور على عيون أحلى فنان، الفنان المصري المتميز الرائع فارس. الله يخليك يا فادي، ايه الجمال ده؟
ايه الجمال ده يا عم؟ طلع مش مجرم. منور يا فادي، ربنا انت يخليك. منورنا. لا اعوذ بالله. انت منورنا. الله يخليك يا فادي. ميرسي يا حبيبي، الله يخليك الله يخليك. يعني كالعاده لا هو لحظة شوية فادي قبل ما تسأل أي سؤال. اتفضل. أنا هلا بحماية الفنان فارس بدي أسألك وأحرجك على الهواء، ليش هددني بالقتل؟ طبعا يا نهار ابيض. يعني فنان اتربيت على اغانيه وفتره المراهقه ولما كبرت واول مره حبيت والذكريات الجميله دي كلها لما يكون متواجد رجل. انا بيشرفني ان انا اكون من ضمن الكادر الاعلامي بتاعه. ما ينفعش ابدا ان انا افوت فرصه زي دي وما اطلعش على الهوا وارحب بيه واتكلم معاه كده، يعني يبقى سامعني وابقى سامعه مباشره كده، يعني يبقى فايتني كتير قوي. فلازم ابذل كل غالي ورخيص علشان فادي. اتشرفت بيك والله، انا ده انا سعيد بيك وشرف ليا والله انك تكلمني حقيقي يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. فادي شو أحب أغنية بتحبها للفنان فارس؟ عاشق سحر عينيك. تحب تسمعها بصوته؟ تحب تسمعها بصوته؟ اكيد يا نهار ابيض. شو رايك يا فنانة؟ حاضر الاغنية؟ طبعا اغنيها يعني والله ماشي. معرفش ازاي وانا جنبك حبيبي وحشتني، خليك دايما في حضني، تعالى قرب ضمني، محتاج لهواك معاك هفضل معاك ولحد اخر عمرنا، نحلم ونعيش يا عمر انا وانت بس لبعضنا، محتاج لهواك عاشق سحر عليك. شوف من كام سنة قلبي بيحلم بيك، محتاج لك هنا اياك تبعد يوم، مشتاق لك انا. فاكر واو يعني. ومش عايزاني اهددك بالقتل يا لينا عشان اكون محضر لحظه. لا ما انا انت لما بتعرفني على الهوا اني انا بقتل بالسؤال. احراج قدام الفنان فارس والمستمع للاعلامي فادي اللي جمهوره كبير. فادي انت بتعشق هالاغنيه، والاستاذ فارس قال انه هالغنيه بتذكرني بحالة عشتها. كمان سؤالي لإلك، شو قصه الغنيه معك؟ شو قصة الغنية معي؟ قصة الحب الكبيرة في حياتي كانت في وقت ما الأغنية دي صدرت. يعني أول مرة صرحت بالإنسان اللي أنا بحبها كانت الأغنية دي لسه موجودة، وأنا زيك كانت لسه طالعة. حد بحبه فيعني عايز أقول لك كمان يا فارس إنه كانت لحظة شديدة الخصوصية، وكنا في محطة القطر كانت الأغنية شغالة، معرفش مين كان مشغلها، وكان أول مرة بقول يعني أنا اتحولت المستمع دلوقتي، انسوا بقى إعلامي بلا بتاع. فيعني إيه، اللحظة كانت صعبة جدا ولازم تستقر في الذاكرة لغاية نهاية العمر، فمرتبطة بالأغنية. فعاشق سحر عينيك. وأنا فادي زيك على فكرة، يا فادي أنا زيك برضه، أنا غنيتها لحد بحبه يعني، كنت في حالة حب، عايش حالة حب وغنيتها لحد وهي كانت معايا وانا بغنيها في الاستوديو، ويعني عشان كده مش محساها يعني. اكيد هي كانت بمنتهى الاحساس منك اصلا، يعني ما شاء الله، ولمست قلوب كل جمهورك، واعتقد انها كانت مرحله طريقه بالنسبه لك. يعني اعتقد ان فارس بالظبط اختلف بعديها. بالظبط فعلا يعني. تحياتنا للفنان الرائع فادي، انا سميته الفنان لانه على فكره قاصده هالكلمه، قاصده كتير. بوجود الفنان فارس رح يكون هو الحكم في احلى مساء ايدل، خلينا نقول. رح نسمع صوت استاذ فارس. فادي هو بيغني غنية لإلك، شوف القتل اللي رح تنقتله من لينا،
يا فادي جرب اقتلني، انا بقتل على الهوا بالاسئله. تفضل. يعني هل يفتى ومالك في المدينه انت عايزاني انا بيفتى أغني لما مالك يعطيك موجود؟ مظبوط استاذ فارس، اعطيه تصريح. طبعا اعطيك تصريح، تفضل. موافق جدا. كرهني فادي انا بعرف. لفارس انا مش هجرؤ ان انا اغني له حاجه وهو موجود، لانه يعني غالبا مش هتطلع مظبوطه ابدا خالص. فلما ممكن شوف يعني هل باعتقادك يعني خلينا نعمل يعني هل ممكن تهديه لصاحب شركة عطور ماركة تانية؟ معقولي؟ مش حلو. لا بس يعني لو كان هو ماركة يعني عطور مش هينفع اغني لفارس. حلو قوي، جيب له ماركة عطور حصان. شو رايك استاذ فارس؟ الراديو. لا فادي بقى، فادي صوتك حلو وانت بتتكلم، فاكيد لما تغني هيبقى حلو. يعني انت صوتك حلو وانت بتتكلم عادي، فلو غنيت ده هيبقى احلى طبعا. طيب انا ممكن اقول حاجه للفنان التاني اللي هو انا بعشقه برضو، اللي هو جورج وسوف. قول اللي انت قول يا حبيبي اللي انت عايزه، قول، انا عايز اسمع صوتك. لو يوعدني الهوى معاده واسبق معاد، او يروح لبلاد بعيدة اروح بلاده واروح بلاده، لو يغيب الحب ادور عنه باليوم والسنة، بس فين الحب يا قلبي وفين انت؟ الله نكتفي بهذا القدر عشان كفايه. يا جامد، احساسك حلو يا عم، زي الفل اهو، والله العظيم زي الفل يا فادي، احساسك جميل. ربنا يخليك يا رب. يعني بجد امنيه تانية حققتها لي يا لينا، وانت قاعده تورطيني، بس انت حققتي لي امنيه تانية ان انا اغني في حضره فنان كبير. لا انت جميل، انت فنان عموما يعني، بيا من غير، انت راجل فنان، وبقول لك انت بتتكلم صوتك حلو، فاكيد لما تغني هتبقى كويس، وده اللي حصل فعلا في الحقيقه، انت غنيت كويس جدا وباحساس جدا. ربنا يخليك. تحياتنا اكيد للاعلامي فادي النبوي. قبل ما انزل من معاكم من على الهواء، فارس اتفضل. وحشتنا في السينما، مش هقول لك غير كده، بس يعني كلمتين جمهورك كله اعتقد ان هم بينادوا بيهم يعني. ربنا يخليك يا فادي، ربنا يخليك، ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله يا رب، باذن الله ان شاء الله. نشكرك الاعلامي فادي النبوي، واكيد كان اتصال مميز، شكرا لك. شكرا، اهلا وسهلا بيك. بالحقيقه عدد المستمعين اللي طالبين الاتصال كتير، ما رح نقدر ناخد كل الاتصالات بعرف، لكن رح ما بعرف يعني كله بده يسلم على الفنان فارس، كله بده يسلم على الفنان فارس، وانا بحاول قد ما فيي ناخد اتصالات، بس المشكله انه في كم من سؤال ناقصين هون حابين يعني نسالهم، بس ان شاء الله بنخليه لاخر جزئيه. خلينا نشوف الاتصال. حسن ولا انا؟ وعليكم السلام. مساء النور. نتعرف مين؟ الو 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 ايوه، مين معنا؟ الو مرحبا لينا، مرحبا حسن، تحية كبيرة للفنان فارس. معكم صفاء من كازابلانكا. صفاء من كازابلانكا المغرب، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. الله يخليك يا لينا. الله يخليك. صفاء حابة أحيي الفنان فارس. بيسمعك هو حاليا، تفضل. السلام عليكم أستاذ فارس. الو الو لاباس عليك؟ كيفك يا حبيبي؟ الو صفاء. ايوه استاذ فارس. ايوه منوره الدنيا يا حبيبتي، ربنا يخليك، فرصه سعيده. والله بنورك، وتحيه لراديو سهر انه
كرمك وكرمنا بيك ان شاء الله. وعشان انت انا شايفه انك غبت عن الساحه بعد ما كنت كسرت الدنيا لا ان شاء الله. انا عايزه اسالك ان شاء الله سؤال. انت غبت وليه ما بقتش بتمثل؟ لا ان شاء الله باذن الله في حاجات قريب جديده باذن الله انا كنت وانتظري مفاجآت ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب من حسن الى احسن. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. وبحييكي وبحيي المغرب كله، الشعب المغربي الجميل. وبنادي لكم اغنيه بنت بلادي. الشعب الجميل ده مغرب. هي أغنية على فكرة بنت بلادي. بتعرف أستاذ فارس صعب شوي لأنها بدها نفس كتير، رتم سريع. وبعرف انك انت كنت معك دور برد خلال الاسبوع، كنا خايفين ما تكون معنا، الحمد لله تشفيت. بس هل في قدرة حاليا تأديها؟ أدي عادي. أنا على فكرة ما خفتش قوي، بس مش عايز أقول كده عشان تقولش أنا بهرب. أنا ما خفتش والله لسه زي ما أنا. سلامة قلبك، بنعرف والله. لكن أغني بنت بلادي طبعا عشان صفاء والمغرب طبعا أغنيها لها. تمام. لا بلادي ولا بعشادي ولادي من ليلادي، انا اخترت بنت بلادي اموت عليها دي. لا بلادي لولا بعشادي ولادي من ليلادي، انا اخترت بنت بلادي اموت انا عليها دي. وبروحي بقلبي بعيني بدوب، أتوب عني وعنها متوب. أوصافها أنوارها شمس طالعة لكن ولا ليها غروب، بتزين الذهب والماس، لا ملايكة ولا جن وناس. حبيتها وعشقتها، عشق تاني جاني غير كل إحساس. لا بنادي ولا بعشادي ولادي من ليلادي، أنا اخترت بنت بلادي اموت عليها دي. لا بلادي لولا بعشادي ولادي من ليلادي، انا اخترت بنت بلادي اموت انا عليها دي. الله عليك. الله شكرا يا استاذ فارس. والله العظيم انا الاغنيه حبيتها اكتر من الكليب، يعني بصوتك لايف احسن. الله يخليك. وفي معلومه كمان، يعني عندنا احنا في المغرب مثلا الاغنيه لما تكون باللهجه المصريه قوي بتلاقي الناس الشعبيه ما بتسمعهاش قوي. بس حتى في واحده مرات عمي بتسلم عليك هي بتحب الاغنيه من اول انت ما طلعتها، مع انها ما بتسمعش اغاني قوي وهي حبت الاغنيه دي من زمان. الله يخليك. فيا ريت تكتر من الاغاني المغربيه عشان هي هتبقى الاغنيه اللي انتي باغيه واحد يكون دمه بارد. عارفاها طبعا. جميله الاغنيه دي، عجباني. ريت والله. ساكت دي يا زلمه. يا ريت بقى. حلو. عليك العشرة ما يعودش الهجرة. يا استاذ فارس انا كاتبه اغنيه ان شاء الله هديها لك من النوع ده هتكسر بيها الدنيا لو تقبلها ان شاء الله. ان شاء الله اكيد طبعا. ده شرفني. انا بكتب اغاني مصريه وصلنا خبر هلا من وصلنا من الاعلام الكامل عم بيقول انه قولي للفنان فارس انه الفنانه صفاء على فكره فنانه، وهي مقدمه طلب الى برنامج عنا في نجوم سهر لمسابقه المواهب الصوتيه للغناء. شو رايك تغني قدام سوبر ستار فنان كبير كفنان فارس يحكم عليك؟ اكيد المغرب ولاده بتجيب اصوات جميله فن. الله يخليك. ميرسي يا استاذ فارس، وميرسي للكرمي والليلينا وكل المستمعين. سمعينا بصوتك مقطع بسيط. اسمعكم ايه؟ حافظته اللي تحبيه. اقول لكم اقول لكم حاجه لأم كلثوم ولا اللي بدك حبيبتي اللي حبيبتي اللي انت عايزاه. ماشي صافي اسكت حتى كلمة صافي، واليوم تغير كل شي، روحي لا بغيت تمشي
واليوم غير كل شي، روحي لا بقيت تمشي، هذه أول مرة. والله أنا اتلبكت. الله عليك يا صفاء، الله جميل جميل، كملي والله جميل. الله يخليك، ميرسي والله يا تحفة، حبيبي. كملي. أنا ميرسي أوي، الله يخليك. بس أنا بكتب أغاني وبكتبها يعني من قلبي، وإن شاء الله لو حابب أغنية أديها لك إن شاء الله. يلا حبيبي نسمع إن شاء الله، شرفني شرف ليا طبعا. إن شاء الله. تحية لك يا أستاذ فارس، وربنا يوفقك. ميرسي لكم يا راديو سهر، وتحية أشكرك، طيبة فنانة من جميلة الله. وربنا يكرمك انت. حبيبتي أشكرك. صفاء حبيبتي، إذا يلا. كنت حابة تقدمي كلمات بنوصلها عبر الإدارة للفنان يقرأها، فيك تراسلينا إن شاء الله بنقدر نخدمك بهالشي. شكرا صفاء. يلا شكرا. شكرا. ميرسي. بنحاول ناخد كمان اتصال. ولا الفنان فارس معجبينك كتار، معجبينك كتار، والله يزودهم يا رب. ربنا يخليك. معنا اتصال حسن نستقبله. الو الو الو، تفضل، مين معنا؟ الو الو، يبدو انه مش عم نتمكن من الاتصال. الو ايوه، لا صوت بعيد شوي. الو الو، هيك صوت أيوة. واضح؟ الو، ايوه ألو. نتعرف بحضرتك. ايه، انا خالد من الشام، بدي اسلم على الفنان فارس. أهلا خالد، أهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا. كيفك يا فناننا؟ الله يخليك، الحمد لله في نعمة من الله. انت كيف اخبارك؟ انت شو اخبارك؟ تمام؟ والله مشتاق لك، الحمد لله. على فكرة اغانيك كثير حلوة، وحتى تمثيلك كثير رائع. ربي يخليك، ربي يخليك خالد، ربي يخليك يا رب، اشكرك. طبعا بدي منك تهدينا هدية من صوتك الحلو العذب لأهل الشام، لشاميات، لكل شلتي بشاميات أهل سوريا. لو حبيبي، الشعب السوري الحر الجميل الشقيق، انت عارف العلاقة بين مصر وسوريا علاقة قديمة وعلاقة وطيدة جدا من زمان، واحنا طبعا بنحب الشعب السوري، بنحب العرب عموما، وانا اتشرفت بيك، والله اتشرفت بيك، واكيد طبعا ان شاء الله يعني الامور تهدى كده، وربنا يعني يحصل توافق كده باذن الله، والدنيا تهدى، وان شاء الله هيبقى في زيارة قريب باذن الله ان شاء الله. اكيد تحياتنا. يعني سمعنا شيء من صوتك، لشي غنية هيك تهدينا اياها. حاضر. بصوتك يا انا طبعا، عناية ليك، عناية ليك. اغني لك غرام الضوء يا ابو خلع الخد وشال الطوب، احرم الليل تهوي دلال، دوبنا القلب ولسه دوب، لسه دوب هنتوب لندوب جنبك يا جميل، دوان السكر في الفناجيل، نروح ببلاش وانت ما تدراش، يقولوا علينا الناس موت، هنتوب لندوب جنبك يا جميل، دوبان السكر في الفناجيل، نروح ببلاش وانت ما تدراش، ويقولوا علينا الناس معويل يا حرام يا حلبو، تهوي دلال، دوبنا القلب ولسه دوب، لسه دوب هنتوب. هيك يا فنان. الله، شكرا كثير يا فنان، وان شاء الله عن جد اليوم مسحورين كتير بهالصوت الساحر، عن جد بنشكرك اكيد استاذي بهالاتصال الحلو. شكرا. شكرا لكم. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك، شرفنا. طيب انا بدي استغل الفرصه هلا انه صرنا ساعتين يعني المستمعين مش عم يعطونا مجال نسال، شو رايك؟
حسن؟ استاذ فارس، في جعبتنا كثير من الاسئله وللاسف يعني مو قادرين نطرحها عليك، بس انا بدي استغل يعني هالفرصه وانه ما في اتصال هلا، وبدي اسالك سؤال سريع وخاطف بنفس الوقت. تسمح لي؟ استاذ فارس، انه هل وجدت شريكة العمر ولا لسه عم تبحث عنها؟ طيب نطلع شوي فاصل، يبدو انه في مشكلة بالاتصال. فاصل ونرجع. مفاجأة برنامج أحلى مسا نهار الخميس مع الإعلامية لينا بزي والإعلامي حسن الحلبي، الفنان المصري سوبر ستار الغناء العربي الفنان فارس. لا بنادي ولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي أنا اخترت بنت بلادي، أموت عليها دي. لا بنادي لولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي أنا اخترت بنت بلادي، أموت أنا عليها دي. وذلك في تمام 10:10 مساء بيروت والقاهرة على برنامج أحلى مسا. يا ليلي يا ابو الغلابة، يا عيني مورم صبابة، يا ليلي يا ابو الغلابة، يا عيني مورم صبابة. يعني عطشان لحبك انا عاشق ومن كم سنة، عطشان لحبك انا عاشق ومن كم سنة. بحلم يا اغلى المنى المح خيالك، بحلم يا اغلى المنى المح خيالي. يا ليلي يا ابو الجلابه. استاذ فارس، بدي ارجع اطرح عليك السؤال مرة تانية. هل استاذ فارس وجد شريكة العمر ولا لسه عم يبحث عنها؟ لا انا لقيتها الحقيقة، بس انفصلنا للاسف لما لقيتها واتجوزنا وكده وانفصلنا في الاخر. ان شاء الله يعني اتمنى لك انه هيك يعني تلتقي بالانسانة اللي تستاهلك عن جد، تستاهل هالاحساس الراقي وهالطرب الاصيل. الله يخليك حسن، الله يعزك، الله يخليك يا حسن، اشكرك من ذوقك يا حبيبي. الله يسلمك يا رب. طيب انا عندي سؤال استاذ فارس، انه هل بتأيد انه الفنان الغنائي ياخذ طريق السينما للشهرة، ام نضع في كل مكان لصاحبه؟ يعني الفنان الغنائي يكون في سلك الغناء. لا شوفي يا لينا، لو المطرب مش هيروح سينما لما يكون نجم، يعني ما حدش هياخد في السينما هياخد المطرب لما يكون نجم، لازم يبقى هو نجم في مجال الغناء. فالسينما بيستغلوا انه هو يبقى يعمل حاجه دوكيومنتري، يعني فاهمه ازاي؟ بيمثل بعد كده، يعني بس هو مش هيمثل لما يكون نجم، اوريدي بقى نجم وبقى ناجح وليه جمهور وكده، فبياخدوه في التمثيل. ده واحد. اتنين، انا شايف ان المطرب مهم جدا انه يعمل افلام، وانا الحقيقه يعني الفتره الجايه ديت انا مركز قوي في السينما ان شاء الله، كمان مش في الغنى بس. دي حاجه بتعيش دوكيومنتري بالنسبه له، يعني لو في سنين كتير قوي بتعيش له، زي طبعا العملاق الكبير عبد الحليم حافظ. يعني في اجيال ما كانتش حضرته بس حضرت الافلام بتاعته وحبته من خلال الافلام. فهي السينما كويسه جدا، وهي مرتبطه جدا بالفن وبالغناء، يعني ما مش متوازيين، هم مرتبطين جدا ببعض. وانا الفتره الجايه ديت انا بقدم حاجه كويسه ان شاء الله، ربنا يسهل، في سيناريو كويس انا بشتغل عليه، وان شاء الله حاجه تكون كويسه يعني باذن الله. اكيد. طيب انا في سؤال كمان عندي حابه اساله. اكثر كلمه بتشعر او تشعرك انت شخصيا بالسعاده من جمهورك؟ الفتره دي بيقولوا لي انت وحشنا،
وحشنا صوتك، دي احلى كلمه بحبها يعني في الفتره دي. هما كل الناس كتير بيقولوا لي انت فين انت فين، وحشنا. وناس كتير جدا بيقولوا لي انت يعني انت ليه بتنسحب بتبعد ليه؟ مبقتش انت مهم يعني. فدي الكلام اللي انا بحبه منهم. انت من الاصوات المهمه، وانت يعني بحب منهم الكلام ده، ان انا وحشتهم يعني. تمام. طيب خلينا ناخد اخر اتصال في المداخلات، لانه واضح انه هي زعلانه كتير ومن زعلة. يا رب بس تمكن الاتصال معها. ما بدناش انه تزعل من الفنان فارس، لذلك بدنا نجيب نحاول نجيبها معنا الاتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معك؟ هيلين. هيلين من وين عم تحكينا يا هيلين؟ امريكا. من امريكا. هيلين من امريكا. معنا الفنان فارس. طبعا انا بعرف انك زعلانه وانه لازم طلبتي الاتصال اكثر من مره. تفضلي يا هيلين. انتم مش منصفين، عمالين تشاركوا وترحبوا فيه واحنا لا. لا انا تحت امرك يا هيلين، انا تحت امرك يا حبيبتي، اموريني. اولا انا من عشقة ومن عشاق بنت بلادي. ربنا يخليك يا هيلين. ساعات بعمل فيديو كليب مع نفسي مع اغنيتك، بس بحبها. صوتك جميل جدا 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 واحساسك صادق جدا. ربنا يخليك يا هيلين. ميرسي يا حبيبي، انت اللي زي العسل. ميرسي. ربنا يكرمك. ممكن تسمع صوتي لو غنيت؟ طبعا. واو كتير حلو. يلا غني اي اغنية. مش بسمع كتير، بس اي اغنية ماشي. اللي تحبيها انت. اغني اللي انت عايزة تغني. في اغنية بس انا حافظها. ماشي، مقطع صغير. ماشي. يسعد مسا خليك له القلب يشتاق، يسعد مسا خليك ملك الجنوني، ما غير خلي له من الناس اشتاق. بصراحة انت يعني الله عليكي الله عليكي، والله العظيم زي العسل، وحياة ربنا زي العسل، والله ما شاء الله. كويس ان اخدت كده زي ساين منك، يعني توقيعة منك. لا والله يا حبيبي، والله العظيم ما شاء الله، ربنا يكرمك. جميل صوتك، جميل جون يعني بجد. لا احساسك حلو، بتغني كويس ما شاء الله. انا بتفاجئ في برنامج النهارده، الاصوات حلوه قوي بتغني، وحاجه جميله، حاجه جميله قوي يعني. من بعدك انت مفيش اصوات طبعا، احنا مجرد لا يا حبيبتي، لا يا ماما، لا يا حبيبتي، انت عسل، انت والله العظيم بتغني حلو جدا جدا جدا. وقولي بقى فارس قالها، لما تغني ان شاء الله كده هتقولي فارس قالها لي. لا بتغني كويس جدا ان شاء الله، هتبقي كويس ومستقبلك كويس ان شاء الله. ربنا يكرمك حبيبتي. اكيد سعيدة كتير باتصالك معنا، ونشكرك ونسلم هالصوت كمان والاحساس الحلو. شكرا بكم قوي. مع السلامة حبيبتي. باي باي، مع السلامة. مع السلامة. طيب خلينا نطرح اخر سؤال، لانه الاسئله كتيره، بس لانه وقت الفنان نعتذر انه هو طبعا بكرمه مستمعينا زود المده، وبنشكره كتير على هالموقف، وهيدا بدل على حبه لجمهوره وللناس. نشكرك عن جد فنان فارس. لكن في دايل سؤال في بالي، واكيد في بالي كتير من الناس. شو رايك يا حسن؟ تسأله انت ولا انا؟ ما بعرف، تفضلي. اوكي، هو سؤال محرج بالحقيقة فناننا. هل بتقبل كلمات او الحان من اسماء غير معروفة او بشكل اوضح ليس لها تاريخ؟ هل ايه؟ ده السؤال معلش. هل بتقبل كلمات طبعا او الحان طبعا من اسماء غير معروفة؟ لا طب ثانية واحدة، لا ثانية واحدة، ما تعرفهاش عني، انا بقولها على الهوا عندكم. على فكرة الشعراء كبار جدا في الوطن العربي دلوقتي، انا اللي اكتشفتهم، ما كانش حد يعرفهم خالص. يعني ايمن بهجت قمر، نادر عبد الله، دول شعراء كبار في مصر، في العالم العربي دلوقتي. انا اللي اكتشفتهم وقدمتهم عشان تفهم. يعني لما غنيت لهم زمان ما كانش حد عارفهم خالص، دلوقتي ما شاء الله يعني ايمن بهجت قمر وهذا من الشعراء الجامدين قوي في الوطن العربي.
فانا ما عنديش، انا اهم حاجه عندي الكلمه. واخر اغنيه اللي هي ست البنات دي شاعر جديد خالص اسمه احمد سامي، دي اول اغنيه تنزل له. انا اهم حاجه عندي الكلمه الحلوه، مش مهم طالعه من مين، مش بالاسم، هي بالعمل. أكيد. فنانة فارس، في نهاية اللقاء عن جد بدي أقول زعلانة، لأنه أنا ما كنت حابة هاللقاء. أنت ما بتعرف قديش قيمتك بقلوبنا، بنحبك كتير بس دائما ان شاء الله لما كنا بنعمل باذن الله لما كنا نعمل لقاءات زي ما عملنا لقاءات مع الأستاذ حمادة هلال، لما عملنا لقاء مع الفنان حسام حسني، كمان أخذنا منهم وعود على الهواء، وكمان ثائر العلي تحياتنا له، أخذنا منهم وعود بعودتهم بلقاء آخر على راديو سهر. اكيد ان شاء الله، اوعدك باذن الله. طبعا تحياتي. طبعا الايام جايه كتير باذن الله. اشكرك يا لينا واشكرك يا حسن جدا، وانا كنت سعيد جدا معاكم وبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي يا رب. استاذ فارس، انت ما بتعرف مدى سعادتنا بلقائك، مدى سعادتنا بانه جمهورك عم يتواصل معك بكل محبة بكل اخلاص. حابينك ترجع على الساحة وترجع تغنينا تثرينا باغانيك اللي بتطلع باحساس صادق، نرجع نشوفك كمان على السينما في التمثيل ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. حبيبي اشكرك يا حسن. ان شاء الله. شكرا فنانة امير العشر فارس. نشكرك. مستمعينا، اكيد الغنية اللي اخترناها لكم مستمعينا هي غنية بنت بلادي بناء على طلب الجمهور الكبير لها، لكن خلينا ناخذ كلمة من استاذ فارس على الهواء مباشرة. يقول تحية لمستمعي راديو سهر، بتمنى تتابعوني على راديو سهر. تحية لكل مستمعي راديو سهر، وبتمنىكم تتابعوني ان شاء الله على الراديو. تحية كبيرة. اكيد رح نتابعك احنا كمان قبل المستمع مع بنت بلادي الفنان فارس. لا بنادي ولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي انا اخترت بنت بلادي، اموت عليها دي. لا بنادي لولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي انا اخترت بنت بلادي، اموت انا عليها دي. بعيني بدوب أتوب عني وعنها متوب، أوصافها أنوارها شمس طلع لكن ولا ليها غروب، بتزين الذهب والماس لا ملايكة ولكنه ناس، حبيتها وعشقتها عشق تاني جاني غير كل إحساس. لا بنادي ولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي مني أنا اخترت بنت بلادي، أموت عليها دي. لا بنادي لولا بعشق دي ولا دي، من الليلة دي أنا اخترت بنت بلادي، أموت أنا عليها دي. قمر الليل وعينيها اخوات، يوم تمشي تغار الحلوات بسحرها وعطورها، فيها رقة وعظمة ملكات، الدنيا بنظرتها تميل، تشيل الصبح تجيب الليل، في عودها وفي خصرها أي وصف سمعتوا عنها برضو قليل. لا بنادي ولا بعشق دي ولا دي، الليلة دي أنا اخترت بنت بلادي، أموت عليها دي. لا بنادي لولا بعشق دي ولا دي، الليلة دي أنا اخترت بنت بلادي، أموت أنا عليها دي.
بعشادي ولادي من الليلة دي انا اخترت بنت بلادي اموت عليها دي لا بلدي لولا بعشادي ولادي